دراسة نقدية لرواية المدينة التي لا اسم لها لهوارد فيليبس لافكرافت. البنية الأسطورية وتداخل المفاهيم الثقافية ونظريات المؤامرة. مقدمة: تعد رواية المدينة التي لا اسم لها للكاتب الأمريكي هوارد فيليبس لافكرافت إحدى أبرز الأعمال الأدبية التي ساهمت في ترسيخ أدب الرعب الكوني، حيث استطاع الكاتب من خلالها دمج الأسطورة مع الرعب عبر خلق فضاء سحري غامض يتجاوز حدود الواقع. تميزت الرواية بتوظيف الميثولوجيات القديمة مثل الأساطير التوراتية والإخنوخية لبناء عالم يثير الفزع والشك في طبيعة الكون والبشرية. ومع مرور الزمن تحولت هذه الرواية إلى مصدر خصب لنظريات المؤامرة، خاصة فيما يتعلق بمفاهيم مثل الزواحف القديمة والشخصيات الخيالية التي اعتبرها البعض حقائق تاريخية مثل عبد الله الحضرد. أولاً، توظيف الأساطير التوراتية والإخنوخية. الأساطير في سفر التكوين وسفر أخنوخ تستند بعض عناصر رواية المدينة التي لا اسم لها إلى الأساطير المرتبطة بسفر التكوين وسفر أخنوخ. يظهر لافكرافت تأثره بمفاهيم سقوط الإنسان ووجود كائنات ما قبل البشرية التي عاشت في الظل أو خلف الزمن. سفر التكوين: يحتوي سفر التكوين على سرديات متعلقة بخلق الإنسان والملائكة الساقطة، مما يوازي في رواية لافكرافت كائنات قديمة تم نسيانها عبر التاريخ البشري. سفر أخنوخ: يستمد لافكرافت تصوره لبعض الشخصيات والكائنات من الملائكة الساقطة والنفليم الذين عاشوا في الأرض قبل الطوفان العظيم. هذه الكائنات تعد انعكاساً للمخلوقات القديمة في روايته، والتي وصفها بأنها تتجاوز الإدراك البشري وتعيش في أماكن معزولة. المدينة كرمز للزمن المنسي. تعتبر المدينة التي لا اسم لها إسقاطاً على الحضارات المنسية، وهو طرح مستوحى من فكرة الطوفان الواردة في الكتب السماوية. المدينة هنا ليست مجرد مكان جغرافي، بل هي رمز للفناء وللحقيقة المخفية عن البشر التي تظهر ضعفهم أمام قوى مجهولة تسيطر على مصيرهم. ثانياً، الزواحف القديمة ونظريات المؤامرة. تأصيل نظرية الزواحف. ربطت نظريات المؤامرة الحديثة بين رواية لافكرافت ومفهوم الكائنات الزاحفة التي قدمها الكاتب البريطاني ديفيد آيك. تقوم نظرية آيك على فكرة وجود سلالة قديمة من الزواحف المتحولة التي تحكم العالم من وراء الكواليس، وهو طرح يتلاقى مع وصف لافكرافت للكائنات القديمة التي سبقت البشر. الكائنات الزاحفة. في رواية المدينة التي لا اسم لها تظهر مخلوقات هجينة تشبه الزواحف بشكل رمزي، مما أثار التكهنات حول وجود صلة بين عمل لافكرافت ونظريات ديفيد آيك لاحقاً. التوظيف السياسي. أصبحت الكائنات الزاحفة جزءاً من الفكر الشعبي المرتبط بالسيطرة على البشرية، وهو ما عزز اعتقاد البعض بأن لافكرافت كان يكشف عن حقيقة خفية من خلال الأدب. دور العرب ونقل الحكايات. في الرواية يذكر لافكرافت أن الرحالة العربي عبد الله الحضرد هو الذي اكتشف بعض الأسرار الغامضة المتعلقة بالكائنات القديمة. هذا الاسم اخترعه لافكرافت، لكن انتشاره في الثقافة العربية جاء عبر الكاتب المصري أحمد خالد توفيق، الذي أعاد تقديم أفكار لافكرافت في سلسلة ما وراء الطبيعة. اعتبار عبد الله الحضرد شخصية حقيقية، ساهم توفيق في ربط الأدب الفانتازي بالواقع من خلال تبنيه لبعض عناصر قصة لافكرافت، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن عبد الله الحضرد كان شخصية تاريخية حقيقية كشفت عن أسرار مخفية. الإسقاط على الواقع. ازداد الاعتقاد الشعبي بأن قصة عبد الله الحضرد والمخلوقات القديمة تمثل حقائق مغيبة تخفيها قوى عالمية، مما ربط الرواية بنظريات المؤامرة. ثالثاً، العلاقة بين لافكرافت وديفيد آيك. تعتبر العلاقة بين أعمال لافكرافت وأفكار ديفيد آيك مثيرة للاهتمام، حيث يجتمع الاثنان حول فكرة التحكم من خلال كائنات غريبة ما قبل الإنسان. الأساس الأدبي والأسطوري.
استلهم لافكرافت كائناته من الأساطير القديمة، بينما قدم ديفيد آيك نظرياته في إطار سياسي حديث، مما أدى إلى ربط هذين الاتجاهين معاً. إثارة الخوف من المجهول. كلاهما اعتمد على خوف البشرية من المجهول، سواء كان ذلك في شكل زواحف قديمة أو كائنات تعيش في عوالم موازية. خاتمة بين الأدب ونظريات المؤامرة. نجح هوارد فيليبس لافكرافت في تقديم رواية المدينة التي لا اسم لها كعمل أدبي خيالي مستوحى من الميثولوجيات القديمة، إلا أن تأثيره تجاوز حدود الأدب ليصبح جزءاً من نظريات المؤامرة الحديثة. ساهمت أعماله في تشكيل صورة ذهنية لكائنات غريبة تتحكم بمصير البشرية، وهو الطرح الذي تبناه لاحقاً مفكرون مثل ديفيد آيك. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير الرواية في العالم العربي يعد مثالاً على قدرة الأدب على التسلل إلى الوعي الجمعي وتشكيل اعتقادات قد تبدو حقيقية بفضل التناقل الثقافي. لقد تحولت رواية لافكرافت إلى نص مرجعي ليس فقط في أدب الرعب، بل أيضاً في سرديات المؤامرة التي لا تزال تثير الجدل حتى يومنا هذا.